السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. النهاردة أو بالظبط من مدة يومين بيخرج علينا الفنان الكبير الفظيع الطويل التخين الرفيع، الفنان الفشيخ الفظيع اللي ملوش حل، حمو بيكا. بيخرج علينا وبيقولك إن صاحبه وعشرة عمره واللي كان بيأتمنه على جميع أسراره وكل حاجاته وكل مجوهراته وكل لياليه، صاحب عمره والمساعد الشخصي للفنان حمو بيكا، قام بسرقته. بالظبط كده، سرقه. حمو بيكا بيخرج بيقولك إن هو كان عنده شقة في العجوزة، وبناء على إن هو بي يعني خد فترة يرن على المساعد بتاعه فما كانش بيرد عليه. فاللي حصل ان حمو ابتدى ان هو يتصل عليه ويرن عليه اكتر من مرة، ولكن المساعد بتاعه ما كانش بيرد. فحمو بيكا بقى يدور في الشقة، لقى الميكروويف مسروق، ولقى جميع الأجهزة الكهربائية اللي عنده مسروقة. وبالفعل في البداية ما شكش في صاحبه ولكن بعد ما ابتدى ان هو يرن عليه اكتر من مرة والتاني ما بيردش، فقال لك بس يبقى هو اللي عملها. فراح متصل بالشرطة، الشرطة جاتت وجابت الناس كلها. وفي اللايف حمو بيكا قال له انا مش هعمل لك محضر عشان خاطر والدتك ست تعبانة ومريضة وكده، فانا هكتفي ان انا اخد ربع حاجتي اللي وصلتني. هو جاب له جزء من الحاجة على حسب كلامه و... وانا يكفي ان انا هعمل لك لايف، واللايف ان انا بشهر بيك وبطلعك حرامي قدام الناس، ويكفيك ان انا قلت عليك حرامي وتعيش طول حياتك والناس بتقول لك يا حرامي. على النحو التاني طلع المساعد بتاعه قال ان هو مش عايز يشتغل معاه، ومش عاجبه طريقته في المعاملة، ومش عاجبه طريقته في الشغل مع حمو بيكا، لان حمو بيكا على طول بيتعامل معاه بطريقة مش كويسة وبيعامله وحش. وبجانب ان هو كمان يعني معاه بيت ومعاه عيال ومعاه أسرة، فلما بيطلب منه ان هو يروح يشوف عياله ويشوف أسرته، حمو بيكا بيرفض. فده اللي خلى المساعد بتاعه ان هو يسيب الشغل ويمشي. وعشان هو ساب الشغل ومشي، فحمو بيكا لجأ على حسب كلامه للأسلوب الرخيص ان هو يطلع يشهر بيه ويقول عليه حرامي، ويقول عليه انه سرق، ويقول عليه انه عمل وسوى فيه والكلام ده كله الى اخره. المهم، النهارده بيطلع علينا الفنان حمو بيكا عامل أغنية اسمها واسطته أمه. واسطته أمه، الأغنية دي بتتكلم عن واحد بيخش الجيش وكانت واسطته أمه، وجايب بنات لابسين لبس كده تمن محترم، وقاعدين يرقصوا ويهزوا، وده شغال يقول حبيب امه مش عارف ايه، واسطته امه، واسطته في الجيش مش عارف امه ومش عارف ايه والكلام طبعا حمو بيكا ما بيعرفش يهز، فعشان خاطر المشاهدات والترند يضرب، يجيب نسوان وشوية حاجات كويسة كده حواليه عشان خاطر يعلوا اللايف عنده والمشاهدات تبقى عالية. بس هل ده على حساب ان انت تسيء فيه لبلدك؟ في الوقت اللي بيجي اجانب من برا مصر بيعملوا فيديوهات بتكلف ملايين عشان خاطر يبينوا مصر بمظهر حضاري ومظهر محترم ومظهر كويس، وبينوا المعالم الكويسة اللي في بلادنا، الأهرام والآثار ومش عارف ايه والكلام انت طالع تقول مش عارف ايه، روح امه وواسطته امه وجيش ومش جيش، وطالع تخبط في بلدك. انت ايه يا ابني؟ انت بتفكر ازاي يعني؟
احنا وصلنا لقمة الانحطاط وقمة الجهل وقمة اللامبالاة عشان خاطر تطلع ت... عشان خاطر ترند ولا مشاهدة ولا القرف اللي بقينا فيه دوت، وتخاطر بسمعة بلدك واسم مصر. لا يا حمو، مصر أكبر من أي بني آدم على وش الدنيا دي كلها. مش انت يا حمو اللي تطلع، يعني انت بصراحة انسان اكيد عقلك وتفكيرك محدود، تمام، وكل اللي شايفه الفلوس والدولارات ما حاسبهاش. اكيد انت عقلك مش فيك عشان تطلع وتتكلم وتعمل اغنية ملهاش اي 30 لازمة، وجايب شوية بنات ملهمش اي 30 لازمة، وتعملوا اغنية مش عارف الجيش وامه. جيش مين؟ جيش كله رجالة وكله ناس محترمين. اقل عسكري في الجيش جزمته برقبتك وبرقبة 20 زيك. انت إيه اللي بتعمله ده؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. في النهاية دايما وابدا انتظرونا في كل جديد وكل اخبار فنية على قناتكم، قناة محمد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.